السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فايش الافران بطريقه سهله وسريعه، مش هياخد معانا وقت ولا مجهود ويطلع معانا بالجمال ده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كوبايه ونص ميه دافيه، ابتدي انزل عليها بالخميره بالشكل ده، وابتدي انزل عليها ب3 معالق كبار من السكر. مكوناتها بسيطه جدا. ابتدي ان انا اقلب السكر مع الخميره مع الميه بالشكل ده. انا هنا هشتغل كل حاجه في العجان بالشكل ده. ابتدي انزل بالمواد كلها مره واحده في العجان. ابتدي انزل عليهم بربع كوبايه سمنه، وانزل عليهم بنص كيلو دقيق، اهم حاجه نكون نخلينه كويس. انزل عليها برشه الملح، انزل عليها بمعلقه صغيره من الخل، وانزل عليها بربع معلقه صغيره من البيكنج باودر بالشكل ده. لو احنا مش عندنا عجان او مش متوفر عندنا عجان، ابتدي ان انا انزل بالمواد السائله الاول، بعد كده انزل عليها بالمواد الجافه. والسمنه ابتدي ان انا اضيفها لما العجينه تلم معانا، وانزل عليها بربع معلقه صغيره من الكركم، وابتدي اشغل عليها العجان بالشكل ده، اخليها تعجن معانا بالشكل ده. ممكن نستخدم الزيت مكان السمنه، بس انا حبيت اخليها تكون طعمها حلو وتكون هشه معانا. خلاص كده العجينه اتلمت معانا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله العجينه طالعه طريه ازاي وناعمه ازاي. اسيبها ان هي تخمر معانا، اغطيها واغطيها بفوطه عندي واسيبها تخمر معانا حوالي نص ساعه. عايزه اقول لكم انا هنا كميه الدقيق هنا كانت قليله جدا على كميه السوائل اللي انا حطيتها. بدات ان انا اضيف عليها كوبايه دقيق تاني وعجنتها كويس، علشان بيبقى فيه اختلاف في انواع الدقيق فيه، وعلشان الفايش يطلع معاكي هش مش مكتوم لازم ان احنا نعجن عجينه كويس جدا. نبتدي ان احنا بعد ما خمرنا العجينه بالشكل ده، نبتدي ان احنا ناخد العجينه نقسمها العجينه نصين بالتساوي، وبعد كده نبتدي ان احنا نفرد العجينه بالشكل ده. احنا هنا لما نفرد العجينه بنسيب فيها سمك شويه بالشكل ده، ما بنخليهاش رفيعه خالص. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نكمل فرد العجينه بالنشابه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. نظبط السمك بتاعها بالشكل ده، وبعد ما فردنا العجينه بالشكل ده نبتدي ان احنا نلفها رول ونضغط كويس، عشان خاطر لما الفايش بيستوي معانا ونيجي نقطعه ما يطلعش منه اي تفرغات جوه الفايش، يطلع معانا متماسك. نبتدي ان احنا بعد ما لفينا كويس العجينه رول، نبتدي ان احنا نقفلها بالشكل ده. اهم حاجه ان احنا نقفلها كويس. وبعد كده اكون مجهزه معايا الصاج بتاعي او الصينيه كبيره. الصينيه او الصاج اللي احنا هنستخدم فيه الفايش مش مدهون باي شيء. نبتدي ان احنا ناخد العجينه بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نحطها معانا في الصينيه، وابتدي ان انا افرد معانا القطعه التانية بالشكل ده. نكرر نفس عمليه الفرد، نفردها كويس، وبعد كده نبتدي ان احنا نمشي عليها بالنشابه ونخلي فيه سمك عندنا في العجينه. شايفين لون العجينه هنا لونها جميل ازاي؟ وده بيرجع لمقدار الكركم اللي احنا بنضيفه للعجينه. في ناس بيحبوا ان هم يخلوها بتبقى لون العجينه غامق شويه، وفي ناس بيحبوا يكون اللون بتاعها بيكون فاتح كده. انا بحب العجينه تكون لونها فاتح بالشكل ده. ابتدي ان انا ارولها كويس بالشكل ده، وبعد كده ابتدي ان انا ارصها عندي في الصينيه، ولازم اسيب مسافه كبيره ما بين الرول الاول والرول التاني. وابتدي ان انا اغطيها بكيس تلاجة عندي، واغطيها بالفوطه، واسيبها تخمر معايا حوالي ربع ساعه. وده كده بيكون شكل العجينه بتاعتنا بعد ما تخمر معانا بالشكل ده. ابتدي ان انا ادهن وشها بدهنه بسيطه جدا من السمنه بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وابتدي ادخلها على درجه حراره 200، واكون مسخنه الفرن قبل منها. يطلع معانا بشكل القمر الجميل ده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ ابتدي ان انا اغطيها تاني بالكيس، واغطيها بالفوطه، واسيبها تبرد معانا. ما ينفعش نيجي جنبها خالص وهي سخنه، نستنى عليها ان هي تبرد. ساعه التقطيع لازم نصبر عليها من بالليل للصبح. لو احنا عملنا الفايش من بالليل، نقوم الصبح ان احنا نقطعه عشان يكون ارتاح معانا ما يفرولش مننا. وده كده شكله بعد قعد معايا حوالي 4 ساعات.
بعد كده ابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده. اهم حاجه ان احنا نقطعه بسمك وسط، ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، عشان خاطر ان هو القلب بتاعه ينشف معانا بسرعه، ما ياخدش وقت في الفرن. وابتدي اجهز معايا الصينيه بالشكل ده، وابتدي ان انا ارص الفايش بالشكل ده وادخله على درجه حراره 200 ان هو يتحمص معانا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الفايش جميل ازاي؟ بدل ما نشتريه بالغالي من بره، بمكونات بسيطه جدا نقدر نعمله في البيت، وسهل وبسيط، ما بياخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان مكوناته بسيطه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.